بتبدأ حكايتنا بمدرسة سيانج الثانوية، وبنشوفهم معلقين لفتة للفخر بجون هيون اللي أخذ المركز الأول للمرة الثانية من منظمة البيسبول الكورية، ولكن بنعرف إن ركبته انكسرت وإنه مستقبله خلاص انتهى. وبعدها بنشوفه وهو قاعد على حافة المبنى، وبيكون في ضابط بيقول له انا اتعودت اني العب في الدوري المصغر، علشان كده انا قادر احس باللي انت فيه دلوقتي. وبيقول له ينزل من على الحافه علشان يقدروا يتكلموا، وانه يقدر يعتبر الضابط ده هو المدرب بتاعه، ولو كان عايز يستفسر منه على اي حاجه بخصوص البيسبول فما فيش اي مشكله. فجون بيبص له لما بيقول الكلام ده وبيقول له طب قول كل اللي انت عايز تنصحني بيه، ولكن وانت واقف مكانك. وبعدها بنروح لفصل في المدرسه وبنشوف بنت وهي نايمه في الحصه، ولكن لما بتسمع صوت صفارات عربيات الانقاذ بتصحى، وبتكون البنت دي هي سيام. ولما بتصحى بتقول هو ليه اخد الوقت ده كله علشان ينزل من على حافة المبنى؟ فالاستاذ بيستغرب من انها صحت وبيقول لها لا تمام، خدي راحتك وكملي نوم، ما تشغليش بالك بينا خالص، انا بشرح لهم شوية حاجات مش مهمة وكده. وبعدها شوية من الوقت سيوم بتقول للاستاذ ان وقت الحصة خلص، بتقول له انت مش هتسيبنا نخرج؟ فالاستاذ بيقول لها ان جون واقف على الحافة حاليا، وانهم لو خرجوا دلوقتي واتلموا حوالين المبنى فجون ممكن ينط بدافع التهور، وان الشرطة حاليا بتحاول تهديه وينزلوه بسلام، فعلشان كده لازم يستنوا شويه. فسيوم بتحس بالملل وبتقول له طب انت هتسيبنا اول ما هو ينزل من على الحافه؟ فالاستاذ بيقول لها ايوه، وبيقول لها انا عارف انك اكبر واكثر خبره من باقي الطلاب اللي موجودين في الفصل، علشان كده انت اللي بتردي عليا، ولكني حاسس انك سريعه الفهم. فحاليا الشرطه بتحاول اقناعه بالنزول، فما فيش داعي حاليا اننا نكبر الموضوع. لكن سيوم بتقاطعه وبتقول له طب انا بعد اذنك عايز اروح الحمام. فبيقول لها انت مصره برضو على اللي في دماغك، وانت عارفه اني مش هقدر امنعك، لكن يا ريت ما تسببيش في مشكله جديده. لكنها بتتجاهله وبتخرج من الفصل. وبعدها بنروح لباب السطح، وبيكون في عدد كبير من الضباط والمسعفين واقفين ورا الباب، والضابط بيقول اعتقد الموضوع هيكون صعب، وبيقترح عليهم انهم يقولوا لفريق الانقاذ انهم يحطوا مراتب هواء علشان لو جون اتهور ونط من على الحافه يقدروا ينقذوه. لكنه بيسمع صوت خطوات وراه، وفي حد بيقول له وسع الطريق. وبعدها بتكون سيوم هي اللي واقفه ورا الضابط وبتقول له يعديها علشان هي صاحبه جون، وانها اتطلب منها انها تطلع له بسرعه علشان تقدر تقنعها بالنزول. لكن الضابط بيستغرب وبيقول لها استني، هو مين اللي قالك كده؟ وانت مين اصلا؟ ولكنها بتسيبه وبتفتح الباب. بعدها بنشوف الضابط اللي بيتكلم مع جون وبيقول له انه هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يقدر يساعده في علاج ركبته، وبيقول له انه بيعرض عليه كمان انه يكون ضابط ويقرب منه. لكن جون اول ما بيلاحظ ان الضابط بيقرب منه بيمثل انه هيرمي نفسه، وبيقول له انه مش مهتم بانه يكون ضابط. فالضابط اول ما بيشوف جون بيتحرك بيرجع لورا وبيقول له خلاص اثبت مكانك انا مش هقرب منك، وانه يتكلم معاه من مكانه بدون حركه. ولكنهم بيسمعوا صوت الباب بيفتح، وبتكون سيوم هي اللي فتحته، وجون بيستغرب اول ما بيشوفها. لكن سيوم ما بتقفش وبتقرب من جون، والضابط بيكون مش فاهم حاجه من اللي بيحصل وبيحاول يمسكها، لكنها بتبعد عنه وبيقول لها هو انت بتعملي ايه؟ هو انت صاحبته؟ فسيوم بتقول له لا. واول ما سيوم بتقف جنب جون بتقول له ان جميع الطلاب محبوسين في المدرسه بسببه، وبتسالها عن سبب اللي هو بيعمله، وبتقول له هل كل ده بسبب انك مش هتقدر تلعب بيسبول بعد كده؟ فجون بيقول لها انها فاهمه الموضوع غلط، ان القصه كلها انه كان قاعد تحت وزهقان فعلشان كده حب يقعد هنا، ولكنه لاحظ وجود عدد كبير من عربيات الشرطه والاسعاف اللي هو انا كنت بشم هوا مش اكتر. وبيقول لها ان اللي حصل ده اكيد كان بسبب وجود شخص افتكر ان جون بيحاول ينتحر فقام بتبليغ النجده. فسيوم بتقول له طب انت ما نزلتش ليه وفضلت لحد دلوقتي قاعد هنا؟ فبيقول لها انه بسبب انه كان عنده فضول عن اللي هيحصل، لان دي اول مره يشوف فيها حاجه زي كده، وان كده كده ما كانش وراه حاجه، وانه خلاص حب الموضوع. فهي بتقول له يعني انت ما عندكش اي حاجه في حياتك غير لعب البيسبول؟ فهو بيقول لها ايوه. فهي بتقول له انها قعدت في المستشفى لمده طويله وما قدرتش انها تيجي للمدرسه، وده كان لما هي عرفت ان كل اللي بيحصل لهم في المدرسه عباره عن مجرد ذكريات هيبداوا يفتكروها مع مرور الوقت. فجون بيقول لها انه مش هيقدر يلعب بيسبول تاني طوال حياته، وان احلامه اتخربت، وان كل دي هتكون ذكريات لا تستحق الذكر. لكنها بتمد ايديها ليه وبتقول له انه لسه قدامه مستقبل، وانه مش لازم يركز على اللي ضاع منه، وان في قدامه طرق كتير يقدر يجتهد فيها، وساعتها هيقدر يعمل اللي ما عملوش في البيسبول. فهو بيتاثر من كلامها وبيمسك ايديها فعلا، والضابط بيكون فرحان جدا. ولكن جون وهو بيقوم من على السور سيوم بتزقه، فجون بيقع من على السور وبيكون مصدوم من اللي حصل، اللي هو بتقول له شم هوا براحتك. والضابط بيكون مش قادر يقف على رجله من اللي شايفه، وعدد كبير من الطلاب بيشوفوا جون وهو بيقع، لكن لحسن الحظ انه بيقع على المراتب الهوائيه اللي المسعفين حطوها. جون بيكون مذهول من اللي حصل وما بيقدرش ينطق حرف واحد، ولكنه بيسمع سيوم وهي بتقول ان المراتب الهوائيه كانت من ضمن حساباتها. ولما بيشوفها بيلاقي ان الضابط حط ايديها
في الكلبشات، وهي بتقول له انها كانت متاكده من انه هيكون بخير وبتحاول تبرر له. فجون بيبتسم، وسيون بتقول لجون انه يقول للضابط انهم كانوا مخططين للي بيحصل ده، وانه مش هيرفع عليها قضيه ولا حاجه، وان الضابط بيقول لها انها ممكن تتسجن لمده سنه، وان ده هيكون شيء سيء جدا بالنسبه لها لانها اصلا بدات الدراسه بعد عام، وان لو جون ما دافعش عنها فهي هتتخرج متاخره عن باقي دفعتها. والضابط بيكون عايز يدخلها العربيه لكنها بتحاول تمنعها بكل الطرق، وبعدها جون بينده عليها، فلما هي بتلتفت له فهو بيقرب منها، وبما اننا عارفين ان الانسان بيعتزل ما يؤذيه فهو بيقول لها هل تقبلي انك ترتبط بيا؟ فجميع البنات اللي بيسمعوه بيفرحوا وبيكونوا مش مصدقين اللي سمعوه، وبنشوف قلوب بترفرف في المكان. وبعد 8 سنين بنشوف جوندي بيتسند على سيوم وبيروحوا عند مكان العياده الطبيه، ولكن الباب بيكون مقفول، فسيوم بتكسرها برجلها. وجوه العياده بنشوف المتدرب تاي اللي بيحيي سيوم، فسيوم بتنيم الجندي اللي معاها على السرير وبتقول لتاي انت واقف في ليه؟ انت مش هتعالجه ولا ايه؟ فتاي بيقول لها هعالجه طبعا، ولكن هو فين مكان الاصابه؟ فبتقول له انه اتصاب برصاصه في صدره وانه بيعاني من صعوبه في التنفس، وبنشوف الجندي ده وهو بيكح دم. فتاي بيقول لها انه استرواح الصدر وان الجندي ده عنده ثقب في الرئه، لكن سيوم بتقول له انها مش محتاجه تفسير حاليا وانه يبدا في علاجه. فتاي بيمسك الابره وبيبان عليه التوتر وبيقول لها احقنها بجد. فسيوم بتقول له انت بتبص لي ليه؟ هو الجرح في وشي؟ ما هو المصاب قدامك، اعمل اللي انت اتعلمته. فتاي بيقرب من المصابين وبيغمض عينه وبيزرع السرنجه في جسمه، وبعدها بيفتح عينه فبيلاقي ان المصاب بيكح دم وان مفيش علامات في جسمه بتقول انه تم انقاذه من حاله الثقب في الرئه. فبيقرب منه وبيطلع على السرير وبيبدا يعمل انعاش قلب رئوي، وبعدها بشويه المصاب بيمسك ايد تاي، ولكن تاي بيترعب وبيقوم من على الجندي المصاب. فالجندي بيقول له انه كان هيتسبب في كسر اضلاعه الصدريه، وبيعرف انه اعطى الحقنه في المكان الغلط وانه لازم يكون حذر بعد كده، وبيكون عارف المكان اللي بيقوم فيه بالحقن لانه لو اخطا فيتسبب في موت زميله. فسيوم بتقول له ان حاليا زميله توفي وانه هيتم خصم علاماته في الدوره. فتاي بيبكي بسبب اللي هي قالته، وبعدها سيوم بتعاتبه وبتقول له انها قالت له اكتر من مره انه لازم يوقف النزيف الاول، ولكنه ما اتعلمش كده ولكنه ما عملش كده. وبعدها بنشوفها هي وزمايلها وهم ماشيين في الطرقه، والجندي اللي معاها بيقول لها هو انت فعلا هتقومي بخصم نقاط من تاي؟ فبتقول له ايوه لانه كان خايف وبطيء. فهو بيقول لها ان الجميع بطيئين بالنسبه ليها. وبنشوف مشهد لما كانت سيوم متدربه والجندي ده كان معاها واحد تاني مصاب، وكانت سيوم هي اللي في العياده. واول ما الجندي ده دخل المصاب بيقول لها انه بيعاني من صعوبه في التنفس بسبب اصابته برصاصه، ولسه بيحاول يسالها عن اللي هي تعمله، لكنها بتكون اصلا طلعت الحقنه وقامت بحقن المصاب بالفعل. فالجندي ده كان منبهر وقتها، والجندي المصاب نفسه انصدم. وبنرجع لوقتنا الحالي والجندي بيقول لها انه تم صنع البدله دي اصلا بسببها، وانه تم نقل المصاب اللي كان معاهم للمستشفى لانه تعرض الى الاصابه باضطراب ما بعد الصدمه. فسيوم بتبتسم وبتقول له انه كان خايف جدا اكتر من تاي، وانه لو اشتغل في وظيفه مكتبيه هتكون افضل ليه بكتير عن العمل الميداني. وبعدها بتقول له خلاص انسى الموضوع ده، انا على لحم بطني، خلينا نروح ناكل. وبنشوف في الشارع اللي بيكون فيه يافطه مكتوب عليها انهم اتغلبوا على فيروس كورونا، ولكنهم حاليا مش عارفين الوباء اللي بعده هيجي امتى، فعلشان كده يطلبوا من الجميع يغسلوا ايديهم دايما ويلبسوا كماماتهم. بعدها بنروح لفندق وبنشوف السكرتير اللي موجود هناك بيتفرج على فيلم وبيكون مندمج مع احداث الفيلم، ولكنه بيسمع صوت عالي جدا. بعدها موبايل الفندق بيبدا يرن وبيكون المتصل نزيل في الفندق وبيشتكي من الصوت العالي ده، وبيعرفه ان مصدر الصوت من الدور الثاني. فهو بيقول له ما يقلقش وانه هيطلع لصاحب الصوت حالا ويتفاهم معاه. وفعلا السكرتير بيسيب مكتب وبيطلع للدور الثاني وبيخبط على باب الغرفه اللي الصوت خرج منها، ولكن صوت الخبط بيكون مستمر زي ما هو. فالسكرتير بيقول له انه لو كسر اي حاجه في الغرفه هيضطر انه يدفع ثمنها، ولكن اللي في الغرفه ما بيردش عليه. فالسكرتير بيتضايق وبيقول هو عايز يعمل مشاكل ولا ايه، وبيقول انه هيعلمها الادب، وبيستعمل الكارت بتاعه في فتح الغرفه. وبيقول هو ليه بس الناس ما بتسمعش الكلام لما بكلمهم باسلوب كويس. وبيفتح الباب ولكنه بيتفاجئ لان في ايد شكلها مخيف بتخرج من الغرفه وبتمسكه من رقبته وبتشده داخل الغرفه. وبعدها بنروح لتاي في العياده الطبيه اللي بيسمع من مكبرات الصوت الموجوده في الطرقه ان الدوره التدريبيه هتنتهي رسميا النهارده، وان المفروض انهم يخصصوا وقت كافي لترتيب امتعتهم الشخصيه بعد الغداء، وان التجمع هيكون في قاعه المحاضرات الساعه 2 بعد الظهر. فتاي بيتجه ناحيه الباب علشان يتمشى، لكنه بيشوف فجاه وبيحس بهلوسه غريبه وما بيكونش قادر يمشي. فبيسند على الحيطه وبيقول ان ده ممكن يكون بسبب انه كان متوتر طوال اليوم، ولكنه ما بيقدرش يتمالك نفسه وبيقع على الارض وبيفقد السيطره على جسمه وراسه بتتخبط في الحيطه. وبعدها بنشوف شخص بيتمشى في الطرقه وبيسمع صوت الخبط، فبيقول
ايه الصوت ده؟ هل في حد لسه هنا؟ ولكنه لما بيوصل قدام العيادة الطبية بيلاقي تاي وهو قاعد بالشكل الغريب ده، فبيقول له انت متدرب هنا؟ وبيكون خايف جدا من اسلوب تاي. فتاي بيقوم من مكانه وبيكون في جرح في راسه بيملى الحيطة دم، وبعدها بيبص للشخص ده، لكن اول ما الشخص ده بيشوف وش تاي بيترعب لان تاي وشه بيكون مخيف جدا.